قبل ما تعملي الفتة باللحمة بالطريقة اللي متعودة عليها شوف الفيديو ده الأول. لو هتعدي عليه من غير ما تكمليه يبقى فاتك سر أحلى فتة باللحمة ممكن تعمليها في البيت. كملي الفيديو للآخر. وقبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا نصلي على النبي مع بعض، واعملوا اشتراك للقناة أهم حاجة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. يلا بينا كده نبدأ مع بعض بسلق اللحمة. معنا في الحلة كده نحط حتة سمنة حلوة. بعد كده بعد ما الاقي ان اتاكدت ان خلاص كده السمنه كلها قدحت وبقت تمام وجاهزه، هنحط اللحمه بتاعتنا والنار عاليه. طبعا انتوا لو تلاحظوا انا كنت هتلسع كذا مره، بس عادي مش مشكله، المهم ان اللحمه تاخد الصدمه بتاعتها. ده كله النار عاليه. هنحط البهارات بتاعتنا. حطينا البهارات بتاعه اللحمه، حطينا ملح وفلفل اسود، عندك حبوب يبقى يفضل يبقى ملح وفلفل اسود. حطينا من 3 ل4 فصوص حبهان، وحطينا برضو ورق لورا. وهنحط بقى ايه بصلايه صغيره، عودين كرفس، وهنحط جزرايه صغيره برضو ونقطعهم ونقعد نشوح فيهم كده شويه حلوين. وفي الجنب نبقى احنا ايه بنغلي الميه. هنفضل بقى نقلب فيها كويس جدا لحد ما تلاقوا شفتوا اللحمه لونها بقى عامل ازاي. هنحط بقى ايه الميه، لازم تبقى الميه مغليه. هنحط الميه بتاعتنا كده كلها. شايفين لون الشوربه مش غامق ازاي، نقي وحلو. هنسيبها بقى ايه مع نفسها كده تغلي، ونعلي عليها لحد ما تاخد غلوتين 3. هنيجي بقى للرز. هنحط معايا الرز بتاعنا. شايفين انا بحفظ الرز ازاي؟ بحطه في علبه واحط معاها ورق لورا. عايزه اقول لكم احسن طريقه لحفظ الرز. هنا بقى انا بعمل الرز بطريقه سهله وبسيطه جدا، حرفيا رز مستعجلين. انا حطيت الرز في الحله وبعدين حطيت عليه شوربه اللحمه. هنبهره بس بشويه ملح كده عشان الطعم، وبعد كده هنسيبه يغلي غلوتين كالطبيعي بتاعه وهنوطي عليه. نيجي بقى اهم حاجه في الاكله كلها، وهي الدقه بتاعتها او اللي احنا بنقولها الصلصه. هنيجي هنا بقى ايه نحط حته سمنه حلوه كده مع شويه زيت، وهنحط بقى ايه توم كده شويه حلوين، يعني ممكن نحط معلقه او معلقتين توم. انا عشان التوم بتعبني ما بكترش توم. هنحط بقى ايه فنجان كده من الخل، ومش هنحط الخل ونحط الصلصه على طول بعده، لا هنفضل نقلب شويه كده في الخل. بعد كده نحط بقى ايه معلقتين من الصلصه. انا ما كانش متاح عندي طماطم، عصير طماطم، فانا استخدمت النهارده الطماطم الجاهزه المعلبه. حطيت كده معلقتين، سبتهم يتسبكوا شويه، وحطيت عليها فنجانين من اللي انا معيار ده، حطيت عليهم فنجانين بالظبط، وهسيبها بقى على جنب يتسبكوا لوحدهم. انا حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات لحمه وشويه سكر صغيرين. نيجي بقى للعيش هنقطعه بالطريقه دي. هنفضل نقطع كده الكميه بتاعتنا. انا احتاجت رغيفين من العيش. بحب بعد ما اقطع العيش ان انا افتحه، ما اسيبوش مجوز، افضل افتح فيه كده. مين زي بيعمل الطريقه دي؟ بحس ان كده مبقاش العيش مكتل ولا تخين، بحس ان باكل كده حاجه مقرمشه. زي في حد زي بيعمل كده ولا على طول عادي بتقصقصوه وبتحمروا على طول؟ في ناس برضو بتحمره في الزيت. انا لا، انا بحطه كده يتشوح كده شويه في الفرن، وعليه فص ثوم وعليه نص معلقه من السمنه. بس انا عشان الكاميرا فصلت فما عرفتش اصورها. بعد ما عملت كده وخدت اللون الحلو، رحت احطها على البوتاجاز وقعدت اسقسقها بالشوربه لحد ما تطري. بس برضو احنا مش هنطريها قوي، هنخليها حاجه بسيطه. نيجي بقى على البايركس بتاعنا. اهم حاجه شايفين انا مش حاطه البايركس على الرخامه مباشره عشان انا حاطه لها حاجات سخنه، حاطه صلصه سخنه والشوربه هتبقى سخنه وكل حاجه هتبقى سخنه. هنحطها تحت حاجه كده، اي بقى حامل خشب، بس اهم حاجه يبقى خشب، اوعي تحطي حامل حديد او معدن. بعدين هننزل بقى ايه بالرز. شايفين الرز مفلفل ازاي وخطير؟ شايفين اصلا لونه شوربه اللحمه مخليه لونه وطعمه حكايه، والله العظيم يتاكل لوحده. هنفرد بقى كده بالطريقه دي بالمعلقه. ركزوا لي بقى هنا عشان في تركايه حلوه قوي. بعد ما نفرد بالمعلقه هنجيب في طاسه كده على جنب، هنحط فيها حته سمنه مع شويه توم. وبعد كأنك بتعملي طشه الملوخيه بالظبط، هتعملي الطشه دي وبعدين هتحط عليها بقى ايه، تحط عليها كبشتين من شوربه اللحمه.
بعد ما تعملي كبشتين من شوربة اللحمة على الطشة اللي احنا عاملينها، هتحطيها قبل ما تحطي الصلصة، هتحطيها على الرز كده بعد ما فردناه، هتحطيها وتوزعيها كويس. واخر حاجة هنحط الصلصة ونوزعها بالشكل ده. نيجي بقى في اللحمة، عايزة تحمريها وبعد كده تدهنيها كده بالصلصة وتحطيها على الوش، تمام. انا هنا ما حمرتهاش، حطيتها على طول بس كده في الصلصة وبعدين بحطها برصها على الصينية. شايفين اصلا شكل اللحمة عامل ازاي؟ واللحمة عايزة اقولكوا دايبة. وفي الاخر خلصنا الوصفة بتاعتنا، وبكده فتة اللحمة بتاعتنا بقت جاهزة. ريحتها قبل طعمها تحفة. جربوا الوصفة وقولوا رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في وصفة جديدة وبألف هنا وشفا.